من غير ما تروحي تحقني فيلر ولا تعملي الكلام ده. شايفين؟ شايفين الشفايف كان شكلها عامل ازاي قبل وبعد؟ انا مش عايزه ازود. بصوا، بصوا جمال. بصوا، ايه رايكم؟ بصوا الشفايف بقى شكلها عامل ازاي. خدت وضع البطه كده. شايفين؟ مم. فرقت جامد جدا يعني عن اول ما احنا بنرسمها ودلوقتي. بصوا، شايفين؟ شايفين كده؟ شايفين؟ ولا كأنك حاطه فيلر. القلم بتاع بريتي وومن ده جاب كل اللي عملناه. هي التركية دي اللي عملناها بالقلم اللي هو البريتي. عملنا كونتور بس كده. من الحاجات اللي بحب اعملها جدا كونتور الشفايف. بيغير شكل الشفايف زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. بيخليها يعني بتكبري شفايفك بيه. انتي بتجيبي اي ممكن كونتور او اي قلم بني عندك وتبدأي ان انتي تحددي الشفايف، وممكن تعرضيها لو انت عايزه او حابه. لو انت مش عايزه مفيش مشكله طبعا. شايفين شكل الشفايف صغيره جدا، لكن انت لما هتبداي ان انت تعملي لها كونتور هتبدا ان هي تكبر معاكي. الطريقه دي انتوا هتشوفوا كانك عامله فيلر بالظبط للشفايف. الطريقه دي سهله جدا وحلوه بقى، بدل ما تروحي تعملي فيلر وتدفعي قد كده ولا يسبب لك اي مشاكل فمالوش لازمه. هتجيبي طبعا الروج اللي انت بتستخدميه ايا كان اي نوعه. انا كنت مستخدمه هنا كانت حلوه جدا مش وحش. وسعره حلو. فتبداي ان انت بقى تحطي الروج بتاعك، وبعد كده عشان يثبت معاكي لفتره طويله تحطي لوس باودر. في حاجه تاني هقولك عليها برضو في الفيديو. لو انتي الروج بتاعك بيشقق معاكي هتعملوا تركية صغيرة. بس انا عايزة اوريكي شكل شفايفي اختلف ازاي من اول لاخر. بصوا الشكل اختلف تماما. عملتي تكبير لشفايفك بطريقة سهلة جدا، مفيش اسهل من كده يا بنات. ممكن تستخدمي كونتور او تستخدمي زي ما قلتلك اللي هو ممكن قلم حواجب اللي هو البني. هتحددي الشفايف، تعرضي بالطريقة اللي انت عايزاها، يعني بالحجم اللي انت عايزاه. طول ما انت معرضة هتلاقيها مدياكي فوليوم كده حلو. هو ده القلم بتاع بريتي اللي انا استخدمته. حاجة تانية بقى هقولك عليها، لو الروج بتاعك بيشقق معاكي هتجيبي اي روج مط عندك وتبدأي ان انت تحطيه. مش قادرة اقولك على الثبات كمان، ومش هيتحرك من مكانه ولا هيشقق معاكي.